ليه في كوبايه عمرها ما اتشرب فيها بس بتتلمع كل اسبوع؟ ليه النيش ساعات بيبقى اهم من اللي بيعيش؟ النيش مش بس دولاب للكوبايه، النيش مرايه للمجتمع، بيعكس قيم زي احنا ناس محترمين لازم نستقبل ضيوفنا بالشكل اللائق، احنا عندنا حاجات غاليه ما ينفعش انها تتلمس حتى لو اللي جواه عمرنا ما استخدمناه، وحتى لو اللي براه عايش مضغوط بسبب النيش. النهارده هنفصص النيش حته حته وهنشيل التراب من جواه. ولو انت لسه جديد هنا، انا محمد احمد عبد اللطيف ودي اوضه وصاله. النيش بياخد مساحة كبيرة بس مكانه محفوظ، زي ما يكون كده تمثال لمتحف أو تمثيل لقيمة اجتماعية لناس نفسها حاسة إنها تايهة. إيه الكلام الكبير ده يا عم؟ أبسطها لك. في علم الاجتماع في حاجة اسمها رأس المال الرمزي. عارف يعني إيه؟ هقولها لك. رأس المال أنتوا عارفينه، فلوس. طب رمزي يعني إيه؟ يعني حاجة مش ملموسة، يعني حاجات ملهاش قيمة مادية كبيرة بس قيمتها الاجتماعية أكبر. يعني إيه برضه؟ هقول لك. النيش مثلا الكوبايات اللي فيه ممكن كلها على بعض ما تسواش 200 جنيه، صح؟ بس قيمتها الاجتماعية بتقول إن انت شخص مترتب، شخص راقي، شخص بيفهم في الاصول، بيحب يستقبل الضيوف، مكانتك الاجتماعيه كبيره، وهكذا يعني. نغير الوضعيه شويه. كل بلد عندها نيشها حتى لو شكله مختلف، من مصر لندن لباريس. يعني مثلا في لندن ممكن تلاقي الراجل الانجليزي حاطط صوره جد جده فوق الدفايه اللي في بيتهم واصلا مش عارف اسمه ولا عارف مين ده. الفرنسي ممكن يحط مكتبه كبيره عريضه فيها مليون كتاب وما قراش حتى ربعهم. بس دايما هو نفس السؤال، هل احنا بنخزن القيمه ولا بنعيش القيمه؟ النيش بقى هو نفسه كأنه بيت جوه البيت، نفتحه في المناسبات وبنلمعه كل أسبوع، مش عشان نستخدمه بس عشان شكله. فالمعادلة مرعبة لما الكوباية تكون أهم من اللي بيشرب، لما الشكل يبقى أهم من الراحة، ولما الضيف اللي هو جاي نص ساعة بس نعمل حسابه أكتر من الناس اللي عايشة عمرها في البيت. في علم النفس الاجتماعي في مفهوم اسمه سيلف برزنتيشن، يعني الانسان بيحاول يظهر نفسه للمجتمع بشكل معين، بس الخطر لما يكون الشكل اللي احنا بنحاول نوريه للناس اهم من حقيقتنا نفسها. بنمثل نفسنا لحد ما بننسى احنا مين، وبنرتب بيوتنا للضيوف مش لينا، وساعتها يكون النيش اهم من اللي بيعيش. في ناس لو اتكسرت منها كوبايه من النيش تحس انها ارتكبت جريمه، مش عشان غاليه بس عشان بتكمل الصوره، والصوره اهم مننا. بس يا سيدي عايز تستخدم الكوبايه دي وبتحبها استخدمها، تقعد تسيبها للضيوف وانت نفسك اللي بتحبها مش هتستخدمها. بس واحد ممكن يقول لي يا سيدي ما هو دلوقتي في ناس لسه بتحب النيش وبتجيبه، بس في ناس لغيته خالص. بس هل فعلا بقى احنا تخلينا عن النيش ولا بس غيرنا شكله شويه؟ النيش اتلغى ولا اتنقل للانستجرام؟ دلوقتي في ناس عندها نيش من خشب وازاز، ويمكن قناتي دي هي النيش بتاعي. كل اسبوع كده بلمع فكره وبشاركها معاك، فلو حاسس ان الكلام دوت بيلمس حاجات معاك اشترك في القناه وخلي اوضه وصاله جزء من بيتك. في ناس بقى لغت النيش خالص بس بدلته بالانستجرام والصور اللي بترفعها على الانستجرام. يخرب بيت انستجرام. ناس كتيره بتصور الحاجات مش عشان تستخدمها بس عشان الشكل. ساعات بنصور المكان قبل حتى بنقعد نستمتع بيه ونعرف هو المكان ده حلو ولا لا. ساعات بنصور الاكل قبل ما ندوقه ونرفع الصوره. ما اعرفش، ممكن الاكل يكون طعمه سيء جدا حتى لو شكله حلو قوي، بس فكره المشاركه مع التاني لسه موجوده، تتبدل شكلها بس موجوده. فكره صورتك وتمثيل نفسك للتانيين لسه موجوده، حتى لو بتقول يا عم مش هجيب نيش في البيت، بس القيمه نفسها، المنطق نفسه، الفلسفه نفسها هي. لو عندك نيش مش بقول لك يا عم ارميه في الشارع، لو عندك حساب انستجرام مش بقول لك الغيه اكيد، يعني انا نفسي عندي انستجرام، بس فكر ليه عندك حاجات محدش بيستخدمها؟ ليه مساحه البيت بتتسحب لحاجه مش بتخدمك؟ ليه ما نخليش البيت يعبر عننا مش عن الصوره اللي عايزين نسيبها للناس؟ فكل بيت فيه نيش، مش شرط يكون خشب وازاز، ممكن يكون فكره او طقم مشاعر محبوس. لو وصلت لاخر الفيديو اولا بشكرك، وثانيا قول لي ايه الحاجه اللي انت محتفظ بيها بس عمرك ما استخدمتها، وهي كلها اوضه وصاله فما تضايقهاش على نفسك. وتفضلوا، الصلاه واسعه والشاي جاهز، والسلام ختام.